مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرتنا الرياضية، والبداية من خبر يهم الكرة المغربية ويعكس من جديد ثمار الاستثمار في التكوين الرياضي، حيث بات أحد خريجي أكاديمية محمد السادس على أعتاب خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإسباني. فقد أكدت تقارير إعلامية إسبانية موثوقة أن نادي ريال بيتيس أحد أبرز أندية الليغا حسم صفقة المدافع المغربي محمد ياسين حمدون المعروف بلقب موحى، والذي يبلغ من العمر 21 سنة، قادما من فريق لينينسي الذي ينشط في الدرجات الدنيا بإسبانيا بعقد يمتد حتى صيف عام 2029. اللاعب المغربي الشاب، والذي يعد من أبرز خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، خطف الأنظار بأدائه الدفاعي المتميز خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع إدارة بيتيس إلى التحرك السريع لضمه في خطوة تؤكد ثقة النادي الأندلسي في إمكانيات المواهب المغربية. من لينينسي إلى بيتيس، قفزة نوعية في مسار شاب واعد. محمد حمدون بدأ مسيرته الكروية في صفوف أكاديمية محمد السادس قبل أن يشق طريقه إلى الملاعب الإسبانية عبر نادي أنتيكيرا، ثم انتقل بعد أشهر قليلة إلى لينينسي، حيث لعب الموسم الماضي 27 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفا واحدا، وبلغ عدد الدقائق التي شارك فيها حوالي 1945 دقيقة. اللاعب أثبت نفسه كأحد أبرز عناصر فريقه بفضل صلابته الدفاعية وتمركزه الجيد وقدرته على قراءة مجريات اللعب، إضافة إلى دقة تمريراته والخروج السليم بالكرة من الخلف، وهي خصال جعلت منه هدفا مناسبا لفريق ريال بيتيس بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، المعروف بتشجيعه للكرة المنظمة والبناء من الدفاع. معسكر البرتغال بداية الرحلة والزلزول في استقباله. مصادر من داخل النادي الإسباني كشفت أن محمد حمدون سيتم تقديمه رسميا خلال هذا الأسبوع على أن يرافق الفريق في معسكره التحضيري المقبل بالبرتغال، والذي سينطلق في 19 من شهر يوليوز الجاري. هذا المعسكر سيشكل أول فرصة للاعب من أجل الاندماج مع أجواء الفريق والتأقلم مع أسلوب المدرب، في وقت يراهن فيه بيتيس على تجديد خطه الدفاعي بعد مغادرة المدافع السنغالي نوبيل ميندي نحو نادي أيندهوفن الهولندي وإعارة سيرخيو أريباس إلى نادي هويسكا. وينتظر أن يجد موحى الدعم والتشجيع من مواطنه النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، الذي يحمل قميص ريال بيتيس منذ الموسم الماضي، وهو ما سيسهل عملية اندماج الوافد الجديد ويمنحه دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل. أكاديمية محمد السادس نجاح جديد في الملاعب الأوروبية. هذا الانتقال الجديد يعيد إلى الواجهة الدور الحيوي الذي تلعبه أكاديمية محمد السادس في صناعة جيل جديد من اللاعبين المغاربة المؤهلين للاحتراف، إذ لا تمر سنة دون أن يلتحق أحد خريجيها بأندية أوروبية وازنة. ومن المؤكد أن انتقال محمد ياسين حمدون إلى بيتيس سيسهم في تعزيز حضور اللاعبين المغاربة في الليغا الإسبانية، ويرفع من قيمة التكوين المحلي الذي بات ينافس أكاديميات أوروبية كبرى على مستوى الجودة والانضباط والتقنيات الفردية والجماعية. الصفقة في أرقام وقيمته مرشحة للارتفاع، وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في سوق الانتقالات، فإن القيمة السوقية الحالية لمحمد حمدون تقدر بنحو 200 ألف يورو، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع سريعاً، خصوصاً إذا ما نال اللاعب فرصة اللعب في الليغا ونجح في تقديم مستويات قوية. التحاقه ببيتيس الذي يحتل مراكز متقدمة في الدوري الإسباني سيوفر له أجواء احترافية عالية
وقد يفتح أمامه آفاقا للانضمام مستقبلا إلى المنتخب المغربي الأول في حال واصل تطوره بنفس النسق. بيتيس يراهن على الشباب والكرة المغربية تفتخر. صفقة محمد حمدون لا تمثل فقط تتويجا لمجهود لاعب طموح، بل تعكس رؤية نادي بيتيس الذي يواصل اعتماده على سياسة ضم المواهب الشابة وتطويرها، وهي السياسة التي أثمرت نتائج طيبة في المواسم الماضية، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو من خلال القيمة السوقية للاعبين. كما يشكل هذا الانتقال مصدر فخر للكرة المغربية، ويعزز الثقة في مشاريع التكوين المحلية التي أثبتت جدواها عبر تصدير أسماء وازنة إلى الدوريات الكبرى مثل بدر بانون، نايف أكرد، ووليد شديرة وغيرهم. وفي الختام، هنيئا للاعب المغربي محمد ياسين حمدون على هذه الخطوة المهمة في مشواره الكروي، وكل التوفيق له في تجربته الجديدة مع ريال بيتيس الإسباني، على أمل أن يكون عند حسن ظن جماهير النادي وأن يمثل المغرب خير تمثيل في ملاعب الليغا. كانت هذه أبرز أخبارنا الرياضية لليوم. شكرا لحسن المتابعة، ونعود إليكم بعد قليل مع باقي فقرات النشرة، فابقوا معنا.